في إطار محاربة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها عبر إقليم المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان، تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان في عمليتين نوعيتين من حجز 380 غرام من المخدرات كيف معالج و300 قرص مهلوس نوع إكستازي، مع توقيف شخصين وتحديد هوية 3 أشخاص آخرين متورطين في القضية. تعود حيثية القضية الأولى إلى قيام أفراد الفصيلة الثالثة لأمن الطرقات بوادر هيو بتوقيف شخص على متن سيارة سياحية على مستوى السد الثابت بطريق سيار شرق غرب، وضبط 380 غرام من المخدرات كيف معالج مخبأة بإحكام داخل خزان الوقود، ليتم اقتياده إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لأولاد سيد الميهوب لمواصلة التحقيق. أما القضية الثانية فتعود حيثياتها إلى قيام أفراد فصيلة تأمين الطريق سيار شرق غرب بتوقيف شخص على متن سيارة أجرة على مستوى السد الثابت للدرك الوطني بوادر هيو، وبالاستعانة بالثنائي السينوتقني تم ضبط 300 قرص مهلوس نوع إكستازي مخبأة بإحكام داخل ملابسه الداخلية، ليتم توقيفه واقتياده إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالإحلاف لمواصلة التحقيق بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة وادر هيو. وبعد التعمق في التحقيق وتنشيط عنصر الاستعلامات تم تحديد هوية 3 أشخاص آخرين متورطين في القضية، ومبلغ مالي مقدر ب 23 مليون سنتيم من عائدات ترويج المخدرات. بعد استيفاء جميع الأجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين والمحجوزات أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة وادر هيو.